يدخل الجنة. إن المسلم إذا ما غمس غمسة في الجنة، إذا صبغ صبغة واحدة في الجنة تنسيه هذه الصبغة كل بؤس رآه في الحياة وكل شر مر به، كما جاء في حديث أنس فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له، أي يقول الله تبارك وتعالى له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ يقول: لا، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شرا قط.